بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم. اليوم جبت لكم وصفة مسكوتشو. المسكوتشو ماشي غير كعكة، المسكوتشو حكاية الدار الجزائرية، ريحة تخرج من الفرن تجمع العائلة حول المائدة. وصفة بسيطة بمقادير موجودة في كل بيت، مسكوتة هشيشة خفيفة بنينة وتنجح من أول مرة بإذن الله. والوصفة هذه دارتها لكم سلفتي. بسم الله على بركة الله. نبداو نكسروا 6 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة. بهذا الشكل. نضيفوا لهم رشة ملح ونضربوهم بالخلاط حتى يتبدل اللون تاعهم شوي. بهذه الطريقة نخفقوهم مليح. نضيفوا عليهم كاس ناقص سبع سكر عادي. قلنا 6 عظمات، رشة ملح، نضربوهم مليح مع بعضاهم. نضيفوا لهم كاس ناقص 7 سكر عادي ونضربوهم مع بعضاهم مليح باه يذوب هذاك السكر. نضيفوا كاس ناقص 7 من الزيت. المسكوتشو هذه بنينه وخفيفه وهشيشه، ريحه بكري. نضربوهم مع بعضاهم ونخفقوهم مع بعضاهم مليح. بعد ما دخل الزيت مع السكر والبيض نضيفوا لهم كاس ناقص 7 حليب دافي ونعاودوا نخفقوهم. نضيفوا مبشور حبة برتقال، واللي بغى يزيد مبشور حبة ليمون كيما بغيتو، كل واحد الذوق تاعو. هنايا درنا الفاني حوالي مغرفة صغيرة، ونضيفوا الكاس الاول تاع الفرينة نغربلوه، كاس مش معمرة بزاف، كاس ممسوح. نضيفوا الكاس الثاني او ناقص منه قيس مغرفة، نزيدو نغربلوها. نضيفوا على الخليط هذا 2 باكيات خميرة الحلوى، نغربلوهم، لازم يتغربلوا. نحركوهم شويه بالفوي حتى تدخل الفرينه مع الخليط، ومن بعد نكمل بالباتور. بهذا الشكل نحركوه مليح حتى تختفي الفرينه ونضربوه مليح بالباتور.
حوالي 2-3 دقائق برك. هنا الفرن نكون سخنته من قبل، لازم الفرن يكون سخن من قبل كيما العاده والعوايد، كل وحده والفور تاعها. ما نقدرش نعطيكم درجه الحراره، ما نقدرش نعطيكم الوقت، كل اخت تعرف الفور تاعها. بعد ما خفقناه مليح نفرغوهم في مول تاع المسكوته او المسكوتشو مدهون بالزيت ومرشوش بالفارينه. نفرغ الخليط كما راكم تشوفوا، وندخلوه الفرن يطيب. كل تعرفوا كيفاه تطيب المسكوته، يطلع ويطرطق ويحمر من الفوق ومن التحت، ونشوفوه من بعد في طاولة التقديم. هنايا بعد ما طاب المسكوته تاعنا، بعد ما طابت زيناها بشيكولاته طلاء وشويه كاوكاو. وانتم كل وحده واش بغات دير، بغيتو ترشوا لها السكر رشوا، بغيتو تخلوها هكاك خليو، كل وحده والذوق تاعها. بغيتو ديروا لها المعجون وترشوها بجوز الهند، لكم الاختيار. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا. المسكوتشو يبقى ديما رمز البساطه والنجاح، كاع كتفرح الصغير والكبير، تصلح للفطور والقهوه الصباح ولا لقهوه العشيه وحتى ضياف الغفله. جربوها واستمتعوا بريحتها وهي تعم الدار. بصحتكم وشهية طيبة للجميع. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب باش تعم الفائدة، وإن شاء الله يطلع الفيديو الأعلى نسبة من إعجابات والمشاهدات. وهذه نهاية الفيديو، مع السلامة وفي فيديو جديد وإلى اللقاء.